سي مراد أول حاجة نحب نقول لك البركة فيك. الله يبارك فيك. شنو اللي صار مع مروان واللي سمعته معناه بسم بالطبيعة؟ الله الرحمن الرحيم. نهارت أنا راقد وخرج خوه جاه تليفون ما عند شكون قال له راهو خوك معناها وراهو في السبيطار وراهو مضروب. اهم. على أساس مش يشوف خوه معناها مش ضربة متاع خطيرة ولا موت ولا فهمتني. خرج خوه ما باش يقول لي بعد نص ساعة كلمني طفل خوه قال لي راهو طفل خويا راهو ضربة قوية وما تتحملش يلزمك تجي وتعمل طلع تكون انت واقف. ما باش يقول لي بالتفاصيل. المهم من نهارتها فهمني خدم خرج نص النهار من الدار مشى خدم يخدم رجع روح المغرب كلا قديمة وخرج فهمتني يخدم على روحه كالعادة. في الأثناء عرض له السيد هذا هزوا كورسة دخلوا البلاصة فهمني واعتدى عليه بسكينة فهمني بالموس بوسعادة حسن إمم. فهمتني. لا اله الا الله محمد رسول الله وقت اللي فهمني ضربوه وكل شيء فهمني زوز هُما. هما زوز بالنسبة لتوا تشد واحد بركة وثم واحد معناها في الأثناء قاعدين يلوجوا عليه هارب فهمتني معناه. يلوجوا عليه فهمتني. هو بالنسبة لتوا مستعرف واحد بركة اللي قايل لي أنا وبركة لكن الضربة مش باينة متاع واحد بركة. الضربة باينة متاع زوز من الناس وممكن أكثر خاطر ما تجيش ضربة متاع يعرف الحاكم يعرف خدمته ويعرف كل شيء. اهم. نهارتها فهمني مشاو كي شافوا الدم شافوا حلوا الدم مشكور العوان ومشكورة الخدمة تاع الروح على العوان خدمتها. شافوا الدم متاع ولدي وشافوا الدم متاع الآخر حلوا قعدوا يتبعوا في الدم معناها عملوا التحاليل وشافوا كذا لقاو معناها دم آخر متاعه هو اللي كونه هو ممسوس في يديه في صبعه من هنا فهمني وقاعد يقطر الدم. قاعدين يتبعوا بخدمتهم يعني هما القاتل هو في حد ذاته تضرب يعني القاتل صبعه. هو بيده في تجرح في صبعه آه. من صبعه لهنا في صبعه ما ندريوش يمكن خاطر السكينة قاعدة تدور في الكرهبة. أكيد الواحد من قوة الروح مش يشد هو ولدي مضروب حتى من يديه من هنا آه. معناها شد السكينة وفهمني قاعد يتحاور هو وياه فهمني. اهم. لكن ثم غدر أخرى الغدر الثانية هو هذا اللي فهمها الحاكم الغدرة الثانية. اهم. ثم واحد آخر اللي معناها نزل على ولدي باش جاته ضربة قوية اهم. قاعد يتبعوا في الدم فما بالقطرة قطر يعني. قطر الدم لين وصلت لباب الدار. الدم اللي الخاطر هي دار شكون؟ دار يقولوا جدته ولا جده جدة ولا القاتل. جدة القاتل فهمني. اهم. قاعدين يتبعوا في الدم لين وصلوا للباب نتاع ال- الدار اهم. فهمني. لقاوها غاديك. لقاوه راقد والسكينة تحت راسه وبدل دبش ولابس شورت وبدل عنده سيرفيتمون موف ولا حمرا كيما هكا حطوا له في الساشير لقاوه فيها معني أطراد. متهني قاعد هو وكأنه لا عمل. سامحني توا خرجوا الحاكم ما متهني بالطبيعة يلزمو يمشي يرقد على روحه وما عادش فيها قضيته مشى على روحه فهمني قعد راقد يلقاوه مع نسيبو. نهارتها شدوه مع نسيبو وهو انكر في نسيبو وجاو يشوفوا في التحريات فهمني قالوا اللي كونوا مشوا معاه وكذا وما زالت التحريات قاعدة تدور اهم. باهي فهمني. شنو تطلبوا انتم اليوم؟ نطلب العديد من أكثر من هكا أنا حاجة واحدة باش نقولها لك أنا نحملك أو من لوطة للفوق من أقل مسؤول لآخر مسؤول نحملوا المسؤولية راه مش قوي أنا باش نحملوا المسؤولية قدام ربي. اللي يوصل يحكي في القضية متاعي هذه وما ياخذليش حقي بالطرف راني مش مسامحه الفوق اهم. مش مسامحه قدام ربي. أنتِ خسرت ولدك الله يرحمه. أنا خسرت خويا وولدي وصاحبي 3 من الناس خاطر العمر متاعو اشتر عمري أنا. اشتر عمري أنا معناها أنا وياه كيف في الحديث في اللغة في كل شيء. اللي راه معناها يقول حتى ندخلوا لبلاصة من البلايص يقولوا اسكت راهو خوه حذاه ما يقولوش يا ولدي يقولوا خوه راهو خوه سايبه يحشم راهو خوه راهو حذاه. وخاصة الموت الغدرة يعني الموت نعرفوا الغادر كلنا. إذا كان ما يحسهاش ما يحسهاش مسلم على الدنيا السلام.
هذايا شنو نقول لك. سي مراد أنتِ تاكسيستي بسم هكا الله والّا؟ الرحمن الرحيم. أي باهي. شنيا اللي قاعدين يعانوا فيه التاكسيات من عملية براكاج كيف من هكا؟ والله نهارين اندثرت الحكاية ذيّا ولات فهمني حاجة عادية بالنسبة حتى التاكسيات ولاو في الزنق يكسروا لهم في البلار ويسرقوا لهم في دبابس الغاز ويسرقوا في الكونتيرات. البارح بركا فهمني 6 قبل ما بعد ما توفى ولدي بنهار 6 تاكسيات بلاراتهم مكسرة ودبابسهم ونهارين التالي زادا زوز دبابس فكوا له شدوه فكوا له الطاسة وزوز دبابس غاز فكوهم له فكين. اهم. فهمني؟ هذايا ما ندريش يخبّر والّا ما خبّرش، أمّا الكل فهمني ما نتصور اللي هذا يقول له فهمني مادام ما صار لك شيء هذاك هو. معناها ما مش هُم عاملين لها اهتمام واللي ما لاهين بها الشيء هذا. معناها أنتِ بالنسبة للتاكسي راهي في القروان قاعدة تقاسي برشا، الشوفير تعب برشا، المول تعب برشا. في خطر معناها. هذا مش في خطر، في الموقع متاع الخطر. ما أي بلاصة أي زنقة تو بالنسبة من من اللي خرجت المرابيط هذيا اللي خرجوها العفو هذايا وهي قاعدة تعاني. هي قاعدة تعاني من قبل وزادت أكثر في الأيامات هذي. اهم. الأيامات هذي زادت كثرت ولات حكاية كاين نحكيو على برمش يجيب كيلو سكر ولا كيلو فهمتني هيك الحاجة من العطرية. ولات حاجة معناها يحكيو فيها عادي، المواطنين تحكي فيها كأني معناها عادي. معناها سامحني أنتِ ضريت في ولدك معناها أكيد، وخسرت أكيد، ولدك، أكيد، أكيد. يعني عادي غدوة بعد غدوة تلقى أي واحد ما آخر أكيد، أكيد، وبعده أكيد. وبعده، إذا كان ما إلى متى؟ إذا كان الزملاء ما يحكيوش على الحاجة هذيا ويشدوا صحيح كيفي أنا ومعي أنا، اهم. راهو مش يجي الضرب توا بالنسبة لي أنا توا هاني مثال خسرت ولدي. ماذا بيا ما نخسرش ولد زميل راني ما مشني ماذا بيا ما نخسرش صاحبي ماذا بيا صحيح هذايا كيما يقولوا فيها دفع الله ما كان أعظم حبه ربي وما عندي ما نعمل حتى شيء. أنا ماذا بيا على واحد آخر ما تصيرلوش الكا هذيا، خاطر الحركة هذيا حسيت بها ماذا بيا ما يحسهاش واحد آخر. اهم. مع العلم إنه النقابة متاع التاكسيات الفردي راهو هبطت معناها لا بيان مشكورين لو الزملاء توا الكل مشكورين فهمتني متضامنين معايا. وما نكذبش عليك معناها ماديًا ومعنويًا راهم فهمني معايا أنا نعرفهم يرميها الخاطر ما عنديش عداوة مع حتى بشر، لا عندي أنا عداوة ولا عند ولدي عداوة مع حتى بشر. اهم. يعني أنتِ تحب تقول إنه لفتة من السلطات معناها إن شاء لعملية الله، إن شاء الله، إن البراكاج شاء الله هذه. نحن فهمني رانا ما ثماش ما ثم حتى رسالة وصلتهم باش يضامنوا معانا. هُم توا إن وزارة النقل مسكرة باب المناقشة معاه وباب مش حابة تحكي معانا وتسمع ما ثماش ما ثماش مش هم قاعدين يعملوا في حتى شيء. آه.